قبل كم يوم بس كانت نسرين طافشة وزوجها أحمد جوهر عم ينزلوا صور رومانسية، وكأنه كل شي بيناتهم تمام، لدرجة إنه الناس قالت إنه كل أخبار الانفصال مجرد إشاعات. لكن فجأة نسرين طلعت بنفسها وأعلنت الطلاق رسمياً. شو اللي صار؟ وليش بعد هالصور الرومانسية مباشرة؟ والأغرب، شو كانت تقول عن زوجها قبل الطلاق؟ وليش كلامها رجع يتصدر الترند من جديد؟ خلوكم معنا للنهاية، لأنه التفاصيل فيها أكثر من مفاجأة. وقبل ما نبلش، إذا بتحبوا تتابعوا آخر أخبار الفنانين والمشاهير أول بأول، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وكمان اعملوا لايك للفيديو، لأنه دعمكم هو اللي بيخلينا نكمل ونقدم لكم كل جديد. فاجأت الفنانة نسرين طافش جمهورها بإعلان طلاقها رسمياً من زوجها رجل الأعمال المصري أحمد جوهر بعد زواج استمر حوالي 1.5 سنة. نسرين أعلنت الخبر بنفسها من خلال ستوري على إنستغرام، وكتبت: تم انفصالي بشكل رسمي عن زوجي بكل احترام وتفاهم، أرجو من الجميع احترام الخصوصية. ورغم إن كلامها كان مختصر، لكنه أكد بشكل نهائي انتهاء العلاقة، وأوضحت إنه الانفصال تم باحترام وتفاهم بين الطرفين بدون ما تكشف أي تفاصيل عن الأسباب. لكن اللي صدم الجمهور أكثر إن هالخبر إجا بعد أيام قليلة جداً من صورة رومانسية نشرتها مع زوجها، وكانوا حاطين عليها أغنية وأنا معاك لعمرو دياب، والكل وقتها اعتبرها رد على إشاعات الطلاق، وقالوا إن علاقتهم بأفضل حال. لكن فجأة طلع الإعلان الرسمي وانقلبت كل التوقعات. وللتذكير، نسرين كانت أعلنت زواجها الثالث خلال حفل جوي أووردز سنة 2025، وقالت وقتها إنها جاية مباشرة من شهر العسل، وكشفت إن زوجها رجل أعمال مصري من خارج الوسط الفني، لكنها فضلت تحافظ على خصوصية حياتها وما تحكي تفاصيل كثيرة. وبأول لقاء إعلامي لها بعد الزواج، كانت نسرين تتكلم عن زوجها بكل حب، وقالت إنه غير حياتها من الداخل، وإنه داعم إلها بكل شيء. وحتى قالت جملة وقتها انتشرت بشكل كبير: الزواج مو دايماً نعمة إلا مع الشخص الصح. واليوم بعد إعلان الطلاق رجع الجمهور يتداول هالكلام ويتساءل شو اللي تغير، وكيف وصلت العلاقة اللي كانت توصفها بهالطريقة لنهايتها. لحد هاللحظة لا نسرين ولا أحمد جوهر كشفوا السبب الحقيقي للانفصال، واكتفت نسرين بطلب احترام خصوصية الطرفين، وهذا الشيء خلى باب التكهنات مفتوح قدام الجمهور. برأيكم شو ممكن يكون سبب الطلاق؟ وهل كنتم متوقعين هالخبر بعد الصور الرومانسية اللي نشروها قبل أيام؟ اكتبوا رأيكم بالتعليقات، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد أول بأول.